يلا فوكس. اليوم عندنا صورة جماعية عادة الكليات ياخذوها بنهاية السنة، بس أتوقع يمكن حتى الناس اللي بتاخذ ماستر بشكل جزئي يعني مو دوام كامل موجودين، فناخذها هسه صورة جماعية للكلية مو حسب اختصاص وكفر كامل يعني مثل هيك الصورة راح ناخذ اليوم. Is it gonna be in Hindi or English? I mean English or what? Arabic. We won't be able to. I'm already recording. قاعدة أسأل زميلاتي بالسكن إذا عادي يطلعون بالفيديو ولا لا، قالوا لي ما دام بالعربي فمن أمن. رحت أجي عالي أنا I'm not gonna talk about you. أوكي نكمل الحديث بقية. فراح ناخذ صورة جماعية كليتنا كلها بغض النظر عن التخصص اللي شخص راح يدرسه، صورة كاملة. وأنا قلت لكم أنا جامعة درام بس كليتي اسمها University College، وهي عبارة عن قلعة تاريخية قديمة، فهي شيء دراسي مسكن للطلاب، وهمين بيها جزء فندق ما شاء الله بيها كوم أشياءات. تشوف الناس شلون تستثمر تاريخهم بالطريقة الصحيحة، حتى مثل ما يقولون to make the best out of it، يعني حتى يطلعون أقصى فائدة ممكنة من هذا المكان، دراسة وسكن وهمين أوقات سياحة للناس اللي تريد تيجي تعرف عن تاريخ هذا المكان. وإن شاء الله تطلع الصورة حلوة ما أطلع سقط هاي أهم شي. وصدق راح نلبس همين فد شي مثل روب التخرج، بس هو بس روب خاص بالصورة وإجا الباص. أوكي Would the MCR Middle Commoner please gather by the MCR? The previous announcement. خلصوا والطلاب الجدد هسه وراها احنا دورنا. كم ودي. This is gonna be posted on YouTube. هذول صديقاتي بالسكن. Is it okay with you guys to be on YouTube? It's fine? Yeah. Okay. هذول صديقاتي بالسكن. شلة حسب الله احنا نسميهم. Alright. So this is gonna be on YouTube in Arabic, okay? So I'm not gonna be talking about you guys. الحين كنا ناخذ الصورة. إحساس غريب. احنا هسه بداخل The Cathedral، كنا راح ناخذ صورة ما اعرف والله بداخلها لو خارجها الله اعلم. المهم احنا اللي ندرس ماستر دكتوراه، والناس اللي دارسة fresh graduate. شوفوا المكان شكله. بما انه بهذه الصورة او بهذا المقطع كان اكو صوت كلش عالي، فقررت اسجل لكم صوتي واقول لكم شنو قدرت احكي. بالكاثدرال وبالقلعة هذه بشكل عام تصورت كذا لقطة من فيلم هاري بوتر، وهالشي اني ما كنت كلش اعرف تفاصيل، اكتشفتها يومها فكانت فشلة بالنسبة لي. شلونكم؟ تصوير مباشر من الشارع. اليوم الباص نزلني بغير مكان فأتعلم الطريق. أريد أحكي كم شغلة أني ما كنت مفتهمتها كل زين، أبقى بقى على الكاميرا ما متعودة. اليوم كان اسمه matriculation day،
صراحة ما كنت افتهم شنو معناه كل الزين، وما كنت افتهم شنو بقصتهم كل الزين. طلع اكو فد شي مميز بجامعة دورام، وهو كالتالي: جامعة دورام مو بس يعني تعتبر الطالب خلص انضم إلها وصار جزء من عندها وها هي، لا، الماتريكوليشن داي يعني كنت عبالي انه يوم الصورة مثل ما شفتوا ببداية الفيديو ويلا وصورة جماعية وها هي، لا، طلع استقبال بالكاثيدرال. الكاثيدرال ممكن تسوون عليها سيرش بالجوجل، لان انا همين سويت عليها سيرش حتى اعرف عنها معلومات اكثر. كاثيدرال كنيسة قديمة اثرية تاريخية، مرت بكوما، تفاصيل، يعني فشي رائع. كلمة رائع قليلة عليه كوصف من الداخل، شلون الديزاين والألوان، روحانية المكان. قصد من هذا اليوم انه يضمون كل الطلاب، طلاب كل كلية، وطبعا نلبس الجاون اللي هو مثل روب، مو تخرج، روب التخرج، روب الصورة وروب المناسبات الرسمية، حتى ننطي للمكان مثل احترامه وننطي قيمته. أخذونا كلنا للكاثيدرال، وهناك تصير مثل مراسيم يستقبلون بها، كل واحد يلقي كلمة من الأكاديميين، نقدر نقول إدارة الجامعة والدكاترة الكبار، كلمة ترحيبية، وبعدين يجي شخص طالب هم مختاري يمثل الدفعة، يوقع مثل تعهد انه هو ان شاء الله، واللي يعني احنا من خلال كلمته حنكون قد المسؤولية، نكون طلاب مميزين، نرفع اسم الجامعة بكل التفاصيل وممثليها بطريقة جميلة. يعني هم ما كانوا حاكينا كل هالتفاصيل، يعني احنا كنا متخيلين ورايحين ناخذ صورة ونرجع لبيتنا. بس هذه التفاصيل كلها هيجي خلتنا واحد يباوع الثاني، انه صار عندنا مسؤولية، صرنا احنا نمثل الجامعة، صرنا احنا مسؤولين على قيمتها والرانكينج مالتها بالعالم. يعني فاجئونا بهالتفاصيل، بحس صدق يعني حسينا انه هاي شنو احنا. انه احنا فعليا صارت عندنا مسؤولية، مو بس جايين ندرس وها هي. بعد ما خلصت هاي المراسيم اجوا يصافحونا انه مبروك، وهاي صرتوا يعني صدق طلاب جامعة دورام. وراها يلا اخذنا الصورة، لذلك طول الموضوع تقريبا 3 إلى 4 ساعات. طبعا ما احكي لكم البرد انجمدني صقيع، واني هسه يعني انا كان المفروض عندي وياي كوت سترة، انطيته صديقتي خطيه كانت ناسيه مالتها، وعندها بعد برنامج ثاني تكمل وياه تتابع. هسه راجعه ركض. كان يوم حافل، يوم كلش حلو، استفاديت تعلمت فيه كلش هوايه. واحد يصفن شنو هالثقافات، شنو تنوع الجنسيات، شنو تنوع العقول، تنوع خبرات كل واحد. الدنيا مو صغيرة، الدنيا كلش كبيرة، كلش كبيرة، كلش كبيرة، أكبر من الجغرافيا والتاريخ والكتب هاي كلها اللي احنا ممكن نقراها ونعرف تفاصيلها. لازم دائما ننظر للحياة وللدنيا بصورة أكبر بهواية وأضعاف مما احنا نبالها. فوق فوق فوق، نكبر الصورة، ويا ربي تطلع الصورة حلوة. اشوفكم على خير حبايب.